لو انت بتتفرج على الفيديو ده بالليل فنصيحة اقفل النور واسمعني كويس. القصة اللي هحكيها دي مش خيال، دي موثقة واتكررت أكتر من مرة في نفس المكان، في مستشفى من أقدم وأعرق المستشفيات في القاهرة في مصر. حصلت فيها أحداث كتير جدا محدش بيحب يتكلم عنها ولا بيجيب سيرتها. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. النهاردة هحكي لك واحدة من أغرب الحكايات اللي حصلت في المستشفى دي، في الدور اللي أصلا مش موجود. سنة 1996 الساعة 3 الفجر في المستشفى اللي اتكلمنا عنها كانت الدنيا هادية جدا وكل شيء مستقر. ممرضة كانت شغالة هناك في الدور الثاني، طلب منها الأمن إنها تستلم حالة جديدة محتاجة إنها تتنقل للرعاية المركزة. الممرضة خدت الملف وكانت كل حاجة عادية جدا، وركبت الأسانسير لغاية لما داست على زرار الدور الأرضي. الأسانسير ابتدى ينزل، لكن الغريب جدا ومرة واحدة وقف عند الدور السادس بدون أي مقدمات، وبعدها اتحرك لوحده لغاية لما ظهر رقم 13 على الشاشة. الممرضة استغربت جدا وعلت صوتها وابتدت تزعق: يا جماعة أصلا مفيش دور 13. وفجأة الأسانسير لما وقف عند الدور ال 13 الباب اتفتح، لقيت قدامها طرقة طويلة جدا. الطرقة دي النور بتاعها خافت هادي، لكن في صوت زن كأن في كهرباء مش مستقرة. الجو كان بارد، برد غير طبيعي زي ما كون دخلت فريزر. الممرضة قررت انها ما تخرجش بره الاسانسير، لكن فجأة ابتدت تسمع صوت خطوات بطيئة وتقيلة بتقرب ناحيتها ببطء. الممرضة جسمها اتجمد، ايديها بتترعش، الدنيا باردة جدا، وهي ابتدت تبقى مش متحكمة في اعصابها ومش عارفة تماما من ايديها اللي بتترعش تدوس على زرار الارضي. الباب مش راضي يقفل. سمعت صوت بيهتف باسمها، ست بتهمس وتقول باسمها: ارجعي قبل فوات الاوان. الصوت كان واضح جدا